السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحاكي. حلقة النهاردة هي قصص حقيقية حدثت بالفعل. أتمنى الحلقة تعجبكم، ولو عندكم تجارب أو مواقف حصلت معاكم تواصلوا معايا على الصفحة الشخصية في فيسبوك، هسيب لكم الرابط في الوصف. ولو أول مرة تسمعني وعجبتك الحلقة ما تنساش تشترك في القناة. بس كده ويلا بينا نبدأ الحلقة. في سنة 2011 أنا اتجوزت عن قصة حب كبيرة قوي، وفي أول سنة جواز كانت فوق الخيال زي ما بيقولوا. كان جوزي بيحبني ويحترمني، وما كانش بيبخل عليا بأي حاجة أطلبها. حتى لما كنا بنزور أهله كان بيأكلني بإيده، ووقتها كنت بشوف أهله فرحانين بحبنا لبعض. وعدت الأيام والشهور على كل خير. فجأة ابتدى يتغير بشكل ملحوظ، بقى بيعمل مشاكل كتير معايا ومن غير أي سبب. وصل الحال للضرب والإهانة، وبيشتمني بألفاظ ما أقدرش أذكرها. حاولت كتير أعرف منه السبب لكن من غير أي فايدة. بقى يهجرني وينام في الصالة، تقريبا ما بقاش يدخل أوضة النوم غير بس علشان ياخد لبسه. وبمجرد ما أقعد جنبه أو أقرب منه يقول لي انت كل ما تقربي او اشوفك بشم ريحة وحشة، بشوف وشك قبيح. وللعلم انا مش وحشة وشكلي مقبول. وكان بيغير عليا بشدة في البداية، كان بيقنعني كذا مرة بالنقاب ويقول لي مش عايز حد يشوف جمالك. لما كنا بنزور اهله كل جمعة كنت اساعد امه في المطبخ لتحضير الاكل دايما، وكنت اعملها معاملة بكل حب واحترام. ما كنتش ببخل عليها باي مساعدة، كأنها امي التانية بالظبط. وفي مرة من المرات واحنا في المطبخ بنحضر الغدا قالت لي اجيب لها حاجة، وبعد ما رجعت المطبخ عطتني طبق فيه اكل. قالت لي ده طبقك وده عصيرك يا بنتي جاهزين، وده بتاع فلان وده بتاع فلانة. وكانت بتصمم اني ما اكلش غير من طبقي، وانا كنت على نياتي وقتها. ومن بعدها ابتدت الحكاية. انا اتغيرت 180 درجة، بقيت بحلم بكوابيس بشعة، عقارب وتعابين وحاجات تانية غريبة. وكان اول ما يروح جوز الشغل الصبح كنت برجع انام تاني زي اي ست مش بتشتغل. واول ما غمض عيوني كنت بحس بهزة في سريري، ولما فتح بشوف كائن من غير ملامح، غير اصوات وهمسات في كل مكان. تخيلوا كل ده في الصبح وكمان لوحدي، وانا ساكنة في مكان بعيد عن اهلي بحوالي ساعة. كنت بذكر ربنا واقرأ المعوذتين. والله كنت بتجمد من الخوف والرعب، وفضلت على الوضع ده حوالي 4 أيام. كنت بحكي لجوزي كل اللي بيحصل، كان بيضحك ويروح يحكي لأمه، يقول لها مراتي بيحصل معاها كذا وكذا، تقول له مراتك بتتوهم وبتتخيل. المهم في 5 يوم زادت الأصوات والهمسات لغاية ما حسيت ان في حد معايا وبتحصل علاقة. اتوقعت انه يكون جوزي، فتحت عينيا وما لقيتش حد، وبعدها افتكرت ان جوزي راح الشغل. وشفت ظل شخص في زاوية الأوضة، كان من غير ملامح واختفى في لحظة. وبسرعة خرجت من شقتي بلبس النوم، ركبت العربية ورحت بيت أهلي وأنا بصرخ وببكي. أهلي خافوا وقالوا لي اذكري ربنا واهدي.
وبعد ما هديت حكيت لهم كل اللي حصل بالتفصيل، وقلت مستحيل ارجع للشقة دي تاني. جوزي جه وشافني في حالة هستيرية، قال لي طيب يا بنت الحلال خليكي عند اهلك ارتاحي كام اسبوع لحد ما اشوف شقة تانية وانقل فيها الفرش. وفعلا قعدت عندهم، وبعد فترة قليلة نقلنا للشقة التانية. وقتها حسيت بالراحة والهدوء لمدة اسبوع واحد فقط، وبعدها رجعت الاحداث تتكرر تاني، لدرجة ان في مرة رحت البلكونة علشان ارمي نفسي وانتحر، بس جوزي لحقني وانقذني، وكان من غير احساس ولا اي وعي مني. سبت الشقة ورحت عند اهلي تاني، وخدوني للشيخ يقرأ عليا ويشوف حكايتي، لان كل اللي بيحصل ده كان كتير. ومن بداية ما ابتدى يقرأ حسيت بألم جامد في بطني، وبعد شوية حسيت بحد ماسك رقبتي وبيخنقني. ما استحملتش الخنقة دي وزقيت الشيخ بقوة، زعقت بصوت عالي وقلت له ابعد يا دجال، وبعدها اغمى عليا. والشيخ قال البنت دي لابسها جن وهتحتاج رقية شرعية لكذا مرة. وبعد كده جوزي جه ورجعني بيتنا تاني. لما رجعت الشقة زادت المشاكل، واتغير جوزي وبقى يكرهني. وصل الحال بينا للضرب والإهانة والشتايم بكل الألفاظ، وبعدها يبقى كويس جدا معايا ويحبني ويحتويني، وبعدها يرجع تاني للضرب والإهانة. وفي أول يوم من شهر رمضان حصلت مشكلة كبيرة بينا من غير أي سبب، ووقتها ما كنتش بقدر أصلي ولا صوم، لأن وقت ما كنت بفرش سجادة الصلاة كان بيغمى عليا وقت السجود، وده ما كانش بيخليني أكمل الصلاة، وكتير بعد الفجر ينزل عليا دم. وبعد شهر رمضان بأسبوع صحيت وشفت جوزي في الصالة. رحت له وقلت له وحشتني يا حبيبي، سامحني أنا معرفش إيه اللي فينا بالظبط. بصلي وزعق فيا وقال انت طالق. وقتها ضحكت بصوت عالي وفضلت اسقف، وبعدها رقصت انه طلقني. والله ما اعرف ازاي فرحت ولا ازاي ضحكت ولا ازاي رقصت حتى، وكانت دموعي نازله بحرقه وحاسه من جوايا بحزن. بعدها ساب البيت ومشي، وانا خدت لبسي ورجعت عند اهلي. اهلي اتصدموا من طلاقي، وكمان اتصدموا اني برقص وفرحانه، وكنت بردد جمله واحده بس: اخيرا انت ليا، اخيرا انت ليا. وعدت شهور وانا على نفس الحال، وما كنتش بخرج ولا بمارس حياتي الطبيعيه، وقليل قوي لما تجيلي نفسي اكل. خسيت وضعفت وساءت حالتي، وكنت بقعد بالساعات في الحمام. اهلي حاولوا ياخدوني للشيخ كتير، وبمجرد ما اسمع اسم الشيخ بتجيلي حالة هياج بهستيريا. كل ليلة وانا نايمة اغمض عيوني بشوف نفس الكيان وبيحصل علاقة، وكان وقت المغرب اشوف ظل راجل عملاق بيراقبني. تعبت نفسيا وخصوصا وانا لوحدي، لغاية في يوم من الايام قرر والدي ان يجيب الشيخ يزورني في البيت ومن غير ما اعرف. والكلام اللي جاي ده على لسان اهلي. لما دخل الشيخ فضلت اصرخ واجري، كنت بحاول اتسلق الحيط هروب من الشيخ. وبعدها نزلت تحت السرير ومسكني ابويا واخويا. على ما اتذكر شكل الشيخ كان مخيف ولونه اسود، وكان بيكلمني بعصبية قوي. واهلي قالوا لي بعد الجلسة عكس الكلام ده، كان طيب جدا وكان ابيض ووشه بشوش. المهم الشيخ قال لوالدي امسكها بسرعة. مسكني وانا كنت بحاول اقاوم، وفضل الشيخ يقرا ويقرا،
وأنا كنت في صراع معاهم ومع نفسي. مرات أتقلب على الأرض ومرات أحاول أطلع على الحيط، لحد ما اتكلمت بصوت مخيف. اتكلم الشيخ وقال: انت مين وعايز ايه؟ الصوت المخيف رد وقال: انا بحبها وبعشقها ودي مراتي. الشيخ قال له: ديانتك ايه؟ وانا رديت قلت: مسلم. قال لي: كذاب، طب انطق الشهادتين. بس انا ما نطقتش وطلعت له لساني. الشيخ قال: يا عدو الله، طب ازاي دخلت البنت؟ رد الصوت وقال له: عن طريق اكل ومشروب. الشيخ قال له: مين اللي عمل لها السحر ده؟ فالصوت المخيف فضل يضحك. الشيخ قال له: اخرج من جسمها والا حرقتك. رد الصوت وقال له: لا انت ولا غيرك يقدر، دي حبيبتي وزوجتي، وكل قبيلتي تعرف بالامر، ولو فكرت تفرق بينا هيأذوك. الشيخ قال له: بإذن الله هتخرج. فضل الشيخ يقرا ويكب عليا ميه زمزم مقري عليها، وكانوا بيحسوا ان جلدي بيتحرق. والدي قال للشيخ: بنتي هتموت يا مولانا. الشيخ رد وقال له: الجن هو اللي بيتحرق. ومره واحده فضلت ازعق واصرخ، وبقي اتفتح بشكل غريب جدا لحد ما اغمى عليا. بعد شويه اهلي فوقوني بميه، ولما فقت ما كنتش فاكره اي حاجه من اللي حصلت. فضلوا اهلي يحضنوني وهم بيبكوا، وانا كنت ببكي من الفرحه. وطلب مني الشيخ اني التزم بسوره البقره والرقيه الشرعيه 3 أسابيع. بعدها عرفت ان كل اللي حصل في حياتي ده كان بسبب ام طليقي واخته. عملوا لي سحر تفريق بيني وبين جوزي، وكان السبب غيرة بنتها ان ازاي يعاملني بحب واحترام، وهي جوزها كان مهمل وخاين، واتجوز عليها وخلف من مراته التانية. وعلى فكرة هما كانوا مفهميني ان جوزها مسافر في شغل. عدى على الموضوع ده حوالي 10 سنين، ولحد دلوقتي انا ما اتجوزتش تاني، واوقات بحس انهم عاملين لي ربط عن الجواز، وكل ما يتقدم لي حد بيحصل حاجة في الموضوع وما يكملش. انا ما بقولش غير حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي تسبب في تدمير حياتي، لان كل اللي حصل ده ما كانش سهل، وربنا يرزقني بالزوج والخلف الصالح. احنا من قرية تبع محافظة الفيوم، والحكاية دي حصلت سنة 1994. اتجوزت وسكنت مع أهل جوزي، وده كان عادي وقتها. وكانت شقتي في الدور الثالث، وكان في شقة تانية قدام شقتي فاضية. واستغربت ليه أخو جوزي اللي اتجوز من 2 سنين ما قعدش فيها وسكن بره. قلت يمكن هو مش حابب يقعد مع أهله. أول شهر في الجواز ما حصلش أي حاجة غريبة، وبدأت الأحداث من تاني شهر ليا في الشقة. بعد ما راح جوز الشغل قعدت في أوضتي وقلت أريح شوية، وعلى الساعة 11 أقوم وأجهز الغدا. نمت وما حسيتش بنفسي. فقت على صوت بنت بتنادي باسمي: سعاد، يا سعاد. قمت من نومي وبصيت يمين وشمال. الصوت كان واضح قوي وقريب مني، بس ما كنتش عارفة جاي منين. قمت من على السرير ورحت للباب اشوف مين، يمكن حد من اهل جوزي بينادي عليا، بس ما لقيتش حد. دخلت المطبخ وابتديت اجهز الغدا، وعلى الساعة 3 العصر نزلت تحت عند خالتي ام جوزي، لاني كنت متعودة
إن أنزل أقعد معاها ومع إخوات جوزي أساعدهم ونتكلم مع بعض. ولما قلت لهم على الصوت اللي نده عليا قالوا لي لا ما تقلقيش، ده صوت واحدة مننا. بس أنا كنت متأكدة إن الصوت اللي سمعته ده كان عندي في الشقة، وكمان ما يشبهش أي صوت من إخوات جوزي. المهم تناسيت الموضوع وما شغلتش بالي. بس حصل مع جوزي حاجات غريبة جدا، وبقى يشوف حاجات أغرب من الخيال. في يوم من الأيام كان يوم جمعة، كان جوزي نايم في العصر ومريح، وأنا كنت قاعدة لوحدي وزهقت. قلت أنزل أشرب شاي وأقعد معاهم شوية، ونزلت تحت عند أهله. هو قال لي إنه لما كان نايم حس بإيد كانت بتمسح على راسه، ولما فتح عينه شاف بنت في العشرينات كانت بتمسح على شعره وبتبتسم. وفجأة مدت ايديها وحاولت تخنقه، وهو حاول يقاوم لمدة ثواني وبعدها اختفت. استعاذ من الشيطان ونزل بلبس النوم تحت عند أهله. كان لونه مخطوف وخايف، وأنا استغربت وسألته مالك في إيه؟ قال لي لا مفيش حاجة. وده كان موقف من المواقف اللي حكاها لي. أهل جوزي وحتى جوزي كانوا عارفين إن الشقة والبيت كله فيهم حاجة مش طبيعية، بس ما كانوش عايزين يقولولي، لأن جوزي ما يقدرش على الإيجار بره، وهم ما كانوش عايزين يبيعوا البيت ولا يسيبوه، وكان عندهم أمل إن الموضوع ده كله يتحل. في يوم كنت بصلي الفجر، وأنا في الركعة التانية شفت ست عجوزة كانت لابسة لبس قديم من بتاع زمان قوي، عباية سودا وفوقيها عباية لف، وبرقع اسود على وشها بالظبط زي لبس رايا وسكينة. وكانت ماسكة في ايديها بنت عمرها حوالي 6 سنين، والبنت كانت لابسة لبس قديم ومقطع. فضلوا واقفين قدامي وانا بصلي، بس انا من الخوف ما كملتش الصلاة وقلت لهم انتوا مين؟ وفي لحظة اختفوا. وانا رحت لجوزي وصحيته وحكيت له كل اللي حصل. قال لي انت بيتهيألك، وبعدين انت ليه رايحة تقولي لأمي واخواتي؟ انت كده بتخوفيهم، واحنا عايشين في البيت من زمان ومفيش اي حاجة حصلت قبل كده. انا استغربت جدا وشكيت اني مريضة نفسية، والحقيقة اللي عرفتها بعد كده ان هو كان بيكذب علشان ما خافش من الشقة. العجوزة دي هي والبنت استمرت تظهر لي في كل مكان في الشقة، خصوصا بالليل. وفي مرة من المرات كانت الساعة 10 وكنت بطبق وبكوي لبس جوزي، شفتها قدامي وكانت بتتمشى وبعدها دخلت في الحيط. وفي مرة كمان كنت في المطبخ وبعمل حنة لشعري، ولما دخلت الحمام ورجعت ما لقيتش الطبق اللي كان فيه الحنة. وفي مرة بقى الساعة 2 بالليل سمعت صوت خروف، كان الصوت قريب من شباك أوضة النوم، والحمد لله كان جوزي صاحي وموجود. قمت وفتحت الشباك وشفنا خروف كان مشنوق ونازل بحبل من فوق، ولما قام جوزي مفزوع اختفى. مع العلم ان مفيش حد ساكن فوق ومفيش غير سطح، وكمان هم مش بيربوا خرفان ولا اي حيوانات. انا فضلت ازعق واصوت من الخوف، وقلت له اديك شفت بنفسك، ما تبقاش تقول عليا بتخيل ولا مريضة. وحكالي ان هو عارف واهله عارفين، وان صعب ياخد شقة او بيت ايجار، وكمان صعب يبيعوا البيت. وحكالي مواقف كتير قوي حصلت معاه ومع اخواته، وحلفني ان اصبر وما خافش، وباذن الله هيتصرف ويجيب شيخ يطهر البيت. وفعلا جاب شيخ و2 و10، وكلهم اجمعوا ان البيت فيه حاجة مش طبيعية،
ومعظم الوقت القرآن دايما شغال. عدى حوالي 3 سنين على جوازنا، وللأسف ما خلفتش وما حملتش غير مرة واحدة، وما كملش الحمل. وقتها أنا ما كنتش أعرف إني حامل أساسا. عرفت لما كنت في يوم بمسح السلم واتزحلقت من على السلم وحصل اللي حصل، وكان السبب هي الست اللي بتظهر لنا. وتوالت علينا المواقف اللي لما كنت بفتكرها بقول هو انت ليه متحملة كل ده؟ لغاية ما جه اليوم اللي حصل فيه حاجة بسببها قدرنا نطلع من الشقة ومن البيت كله. في مرة من المرات صحي جوزي مفزوع من حلم، بيقول نفس الست اللي بتظهر لنا جات له في الحلم وهي متعصبة وبتزعق. قالت له طلقها طلقها لأنكم مش هتجيبوا عيال. وقتها قرر جوزي إن لازم نخرج من البيت، وفعلا أخد سلفة من الشغل وشاف شقة في المحافظة وقريبة من شغله. وبعد حوالي سنة أمه توفت، وبعدها باعوا البيت وكل واحد خد نصيبه. وبعدها احنا اشترينا شقة، والحمد لله حياتنا بقت أحسن، ودلوقتي معايا 5 أولاد بفضل الله. أنا كنت بشتغل لسنين طويلة في واحدة من أكبر المستشفيات المعروفة في الإمارات، وبدون ذكر أسماء. ودي شوية مواقف حصلت معايا أثناء الشغل. اشتغلت سنين طويلة في مستشفى مشهورة ومعروفة، وكان دايما زميلاتي بيقولوا عليها إنها مسكونة، لأن المبنى بتاعها قديم من أكتر من 45 سنة، وهي أصلا مبنية على مقابر. وبصراحة أنا ما كنتش مصدقة كل التخاريف دي. حتى لو مبنية على مقابر، هي الأموات هتعمل فينا إيه يعني وهي تحت التراب؟ المواقف دي حصلت معايا شخصيا. أنا كنت بشتغل أوقات صبح وأوقات بالليل، وفي أوقات الليل كنت وقتها بشتغل في قسم ما بعد الولادة. وده كان النظام فيه إن كل أم يكون رضيعها معاها، يعني موجود جنبها، لأن له فوايد كتير للاتنين، بعكس بعض المستشفيات اللي فيها حضانات وبيتحط كل رضيع هناك. المهم مشت الليلة بهدوء، وكالعادة كل الإضاءات كانت هادية ما عدا المكان اللي بيقعد فيه الممرضات. والممرات كانت منورة بلمبات صغيرة صفرة علشان تدي جو هادي للمرضى. ولما جت الساعة 2 بعد نص الليل، جاتني شرطية كانت موجودة مرافقة لواحدة من المسجونات اللي جوه قسم الولادة. كان وشها أصفر وبتترعش وشفايفها ناشفة، وكانت عمالة تبص حواليها في كل مكان. استغربت من شكلها وسألتها انت كويسة؟ أقدر أساعدك بحاجة؟ قالت لي أنا جيت عندكم علشان أسأل سؤال، هل في أطفال هنا في سن 3 أو 4 سنين موجودين في القسم ده؟ شرحت لها إن مفيش أي حد موجود في القسم ده إلا المرضى وعيالهم الرضع اللي بيبقوا جنب كل واحدة فيهم. قالت لي إنها شافت طفلين أولاد كان بعمر 3 أو 4 سنين، كانوا بيتمشوا وماسكين إيد بعض، وكانوا مدينها ظهرهم، يعني ما شافتش وشهم. وشاورت على غرفة، قالت إنهم كانوا ماشيين على طول في الممر لحد ما وصلوا ودخلوا الغرفة دي. الغرفة دي بتتفتح فقط 2 يوم في الأسبوع، وكمان في الفترة الصباحية لأنها عيادة أطفال، وحاليا احنا في نص الليل ومقفولة. رحت معاها ناحية الغرفة وحاولنا نفتحها بس كانت مقفولة فعلا. قلت لها طيب مش يمكن بيتهيألك من التعب؟ قالت لي يمكن،
لأن فعلا أنا بقعد هنا سهرانة كتير وما ببقاش مركزة. بس بعد حوالي ساعة أنا شفتهم، كانوا في آخر الممر، ولما قمت وحاولت ألحقهم لقيتهم داخلين غرفة فيها مريضة، ولما دخلت الغرفة ما لقيتش غير المريضة ورضيعها، وكانت الشبابيك كلها مقفولة بإحكام. وافتكرت كلام كل الناس عن المستشفى، بس قلت لنفسي جمادي كده، دي كلها هلاوس. الموقف التاني كان في قسم من أقسام المستشفى كان موجود فيه غرفتين، كان دايما بيحصل فيهم أمور غريبة. يعني مثلا جرس الممرضات يشتغل لوحده، مع العلم إن لازم يكون حد دايس على الزرار من جوه الغرفة، لأن مستحيل يشتغل لوحده. والسراير بتكون متحركة من مكانها، ده حتى لو الغرفة ما فيهاش ولا مريض. وده بقى لفت انتباه ممرضات كتير، لأن الجرس بيفضل شغال وقت طويل لحد ما نفصله بنفسنا. الموقف بقى اللي خلانا اتأكد إن المستشفى دي فعلا فيها حاجة مش طبيعية. كان في غرفة بتابع مريضة فيها، وكنت بحب أطمن عليها دايما، لأن ما كانش في حد بيجي ويزورها طول فترة وجودها. هي أصلا من الأردن، واللي جابتها المستشفى واحدة جارتها، ولما سألتها عن جوزها قالت لي إنه مسافر. المهم فعلا رحت أطمن عليها، قلت لها هو لسه محدش بيجي يزورك؟ قالت لي لأ، وإنها مش مستنية خلاص حد يزورها، والله يكون في عون الناس، وأكيد جارتها اللي جابتها عندها ظروف. وسبتها وخرجت ورحت مكتب الممرضات، وبتكلم مع زميلتي وبقول لها والله المريضة دي صعبانة عليا، من وقت ما جت محدش سأل عليها ولا زارها. قالت لي أنهو مريضة دي؟ قلت لها المريضة اللي في غرفة 311. قالت لي بس دي توفت الصبح. قلت لها نعم، يعني ايه توفت الصبح؟ امال انا كنت بتكلم مع مين من شوية؟ وجريت بسرعة على الغرفة، وفعلا ما كانش فيها اي حد. وقتها كنت هموت من الرعب والخوف، حرفيا جسمي كله كان عبارة عن كتلة تلج. في موقف تاني حصل مع زميلة ليا، هي برضه موظفة معانا. قالت زمان وقت شغلها بالليل كانت هي و3 موظفات غيرها كانوا قاعدين بهدوء في مكتب التمريض. قالت إننا اتجمدنا مكاننا، كل واحدة على كرسيها، ما كناش قادرين نتحرك وكأنه جاسوم، بس احنا صاحيين أصلا. وعدى من قدامنا طفل رضيع بس طويل قوي، وما كناش قادرين نرفع راسنا علشان نشوف وشه، كنا شايفين يا دوب رجله وهو ماشي قدامنا ببطء، وبعدها اختفى. وبعدها طبعا سألنا بعض علشان نتأكد ان كلنا شفناه ولا لا، وكلنا كنا في حالة من الرعب والخوف. بعد كل الحاجات اللي حصلت وسمعتها دي ما استحملتش، وبعد حوالي شهر قدمت طلب نقل من المستشفى. القصة بتاعتي دي ممكن ما تبقاش رعب بالمعنى المعروف للناس. من فترة قليلة وبعد صلاة العشاء جهزت العشاء لولادي ونمت بدري علشان كان عندي شغل الصبح، وكانت ليلة عادية لا أنا زعلانة فيها ولا مريضة. شفت حلم أو يمكن رؤية أو معرفش ده اسمه إيه، لأنه كان عجيب وغريب جدا. شفت إني داخلة مكان عبارة عن صالة كبيرة كان ليها باب في كل اتجاه، وفي ركن من الأركان كان في راجل عجوز قاعد، كان كبير جدا في السن،
كانت لحيته بيضة وطويلة ولبسه أبيض، وكان ساند على عصاية طويلة. كان جنبه شاب واقف، كان تقريبا في التلاتينات، كان مايل للسمار وشعره خشن وبرضه لابس أبيض. ناداني العجوز وقال لي: تعرفي فلان اللي مراته فلانة؟ قلت له: أيوة أعرفه، وفلان ده كان خال جوزي، وفلانة دي كانت مراته. أنا وجوزي ما نقربش لبعض نهائي، هو من عيلة وأنا من عيلة تانية خالص، وهو من محافظة وأنا من محافظة تانية. وخال جوزي ده كان في مشاكل بينه وبين أهل جوزي، وتقريبا ما شفتهوش هو ومراته غير مرات قليلة قوي. وبعد ما قلت له أيوة أعرفهم، شاور للشاب اللي جنبه إنه يتكلم، والشاب اتكلم وقال: أنا هكمل لأن الشيخ كبير وتعبان. وطلع الشاب منديل أحمر وفرشه بيني وبينه، وكان المنديل عليه خطوط بيضة ورموز. وقتها المكان اللي كنا فيه بقى ضلمة، وما كنتش شايفة أي حاجة حواليا إلا الشاب اللي بقى قدامي بالظبط، وإحنا قاعدين على الأرض والمنديل بينا. اتكلم الشاب وقال: خال جوزك ده عنده قطعة أرض، هي موجودة في آخر قريتهم، خلي جوزك يشتريها منه ب500,000. وبصراحة أنا معرفش ليه هو حدد السعر ده. وفي لحظة لقيته ماسك في إيده كاس مكعب، كان صغير ومصنوع من الكريستال الشفاف. قال لي: بصي. ولما بصيت وركزت على الكاس، لقيت أرض مربعة، وعلى طرفها الشمال شجرة، وعلى طرفها اليمين حاجة كان طالع منها نقطة دهب بتلمع. وفي لحظة اختفى الكاس، وظهر على المنديل اللي تحت النقطة اللي بتلمع تحت الأرض كانت حاجة زي دولاب كبير مصنوع من الدهب. والدولاب ده كان ممدود لمسافات طويلة تحت الأرض. اتكلم الشاب وقال: المكان ده في أرض فلان، وتحته كنز دهب زي ما شفتي. وبعدها بلحظة المكان كله بقى نور من تاني، والمكان اللي كنا فيه اتملى برزم فلوس كتيرة جدا، ومن كترها كانت بتفتح جميع الأبواب اللي في المكان. فضلت الفلوس تزيد لدرجة إني ما كنتش قادر أتحرك من كترها. واتكلم الشاب وقال لي: دي الفلوس اللي هتاخدوها من الكنز، ولكن بشرط إحنا لينا الربع. وأنا ما كنتش فاهمة قصده من لينا الربع دي. وبعدها كمل كلام وقال: ويا ويلكم لو ما اديتوناش الربع، هتشوفوا أيام جحيم. وقال بعدها: إياك تفتكريني ساحر. وأول ما سمعت كلمة ساحر حسيت بقلق وخفت قوي. وقتها قمت من النوم مفزوعة، كنت مفتحة عيني لكن مش قادرة أتحرك. وبعد شوية جسمي فك وبقيت كويسة، بس التفكير سيطر على دماغي بطريقة غريبة. وطول الوقت وأنا في الشغل عمال أفكر في الحلم. ولما رجعت البيت وعلى الغدا سألت جوزي، قلت له: خالك فلان عنده أرض في قريتكم؟ استغرب جوزي وقال لي: بتسألي ليه؟ حاولت ما بينش حاجة وقلت له: لا عادي بسأل، بشوف لو عندكم أرض في بلدكم ولا لا. رد جوزي وقال لي: أيوة خالي عنده أرض صغيرة في البلد، كانت جنب مسجد صغير، ومن حوالي 5 سنين اتبرع بيها علشان يوسعوا المسجد. وقتها حسيت ان لساني اتربط، ما قدرتش اقوله على اي حاجة، وكمان علشان ما يقولش اني طمعانة في شيء او حتى يقول عليا مجنونة. ومن وقتها ولحد اللحظة دي انا ما اتكلمتش معاه في اي حاجة حصلت تخص الحلم.
وياريت اللي يقدر يساعدني ويشرح لي هل ده حلم عادي ولا تخاريف ولا ايه بالظبط. وبكده تبقى خلصت حلقتنا. لو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير في كل مكان، وبفكركم ان الوقت ده اكتر وقت محتاج فيه دعمكم، وفعلا القناة محتاجاكم ومحتاجة تشجيعكم. ولو عندكم تجارب حابين تشاركوها معانا تواصلوا معايا على الصفحة الشخصية فيسبوك، هسيب لكم الرابط في الوصف. ولو أول مرة معانا ما تنساش تشترك في القناة، واستنونا في حلقة جديدة من برنامج الحاكي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.